في الحضور في هذا اللقاء، أو يعني أن ينيب عنه من ينوب عنه لإعطاء معطيات تتعلق بهذا الأمر هذا، على اعتبار أن هذا الموضوع هذا يهم الجماعة ويهم الساكنة، وتحديدا إلى شفتوا هذه الأمور اللي ذكرتها فاطمة تتعلق بالمهام ديال رئيس الجماعة بشكل مباشر. على أي حال الظروف ديالو معاه ما حضرش، هذا يهمه، انما بغينا باش نديروا هذا التنويه هذا ونشيروا لهذا الامر، علما بان المعطيات التي سندلي بها هي معطيات ما توفر لدينا حسب ما كنا نقوم به في عمليه التسيير، ثم ما توصلنا به وما حصلنا عليه بمجهودنا الخاص كفريق، وغادي نعطيو هذه المعطيات. يمكن تكون النسب ديالها تغيرت في شيء من هذا القبيل، ولهذا دعونا السيد رئيس الجماعه باش يعطينا معطيات اللي هي محينه ودقيقه. فجلسه نقاش يعني المعطيات الرقميه عن المباني الآيلة للسقوط بالمدينه العتيقه بجماعه تزنيك. عدد المباني موضوع التدخل حسب مضمون الاتفاقيه الخاصه بتاهيل المدينه العتيقه هو 537 بنايه سكنيه، علما ان الظاهره مستمره ودائمه، يعني كل سنه راه تزادوا المباني الآيلة للسقوط، ولكن ما عندهاش حل. هذه حنا غنهضروا غير على النقطه المتعلقه ب 537، اما اللي جاب عندنا راه ما تنهضروش عليه، راه كيدخل في موضوع اخر. إذا قلنا الظاهرة مستمرة ودائمة، ويتم تسجيل معدل سنوي للبنايات الجديدة المهددة بالانهيار يناهز أكثر من 40 بناية سنويا. حنا درنا عملية ديال الإحصاء حسب ما توفر لدينا من معطيات ومن المعلومات، ولقينا بأنه راه على الأقل 40% ديال البنايات تتزاد سنويا إذا كانت الأمطار بطبيعة الحال كثيرة. عدد المباني التي تم حصرها في العملية بلغت 537 منزل وبناية، وتنقسم إلى هاد 537 منين جات من الإحصاء الأول اللي تدار بعد الفيضانات ديال 2014. كانت الفيضانات ديال 2014 كان الإحصاء المنازل والمباني الآيلة للسقوط في 2015، وكان فيه 1000 ما يزيد على 1000 بناية، ما نقولش منزل، 1000 بناية، ممكن يكون حياة ممكن يكون إلى آخره. إذن 1000 بناية، وبعد التحيين اللي كتخرج اللجنه التقنيه اللي شرطها الاخت برئاسه السلطه المحليه تيكون التحيين ديالها، وتوصلنا الى انه انذاك الى 537 منزل. اذا نخفض يعني العدد ديال هذا 537 بنايات تنقسم الى ما يلي: بنايات في حاجه الى هدم كلي، بمعنى انها خاصها طرزه كامل تمحى ويخرج التراب ديالها عاد تم العمليه ديال البناء. النوع الثاني بنايات في حاجه الى هدم جزئي، جزء منها غادي تهدم والجزء الاخر راه صافي. النوع الثالث هي بنايه في حاجه الى اصلاح وترميم، ما خاصهاش تهدم ولكن خاصها الاصلاح والترميم. فعدد المباني المبرمجه للاصلاح 348 بنايه سكنيه، 348 بنايه سكنيه. عدد المباني المبرمجه للهدم الكلي 189 بنايه سكنيه، 189 بنايه سكنيه. انا ملي كنت في التسيير هذه الملاحظه راه بدا نشير ليها، ملي كنت في التسيير سجلنا وارسلنا 189 قرار ديال الهدم وديال اخلاء هذه المباني. علاش كنقول هذا الكلام لو كنذكر به؟ لان في الختام غنذكروا بموضوع مرتبط به. اذا 189 قرار ديال الهدم وديال اخلاء المبنى وصل للمعني بالامر، وصل للسلطه المحليه، وصل للنيابه العامه، وصل نسخه من الوكاله الحضريه وللاسكان ولقسم التعمير بالعمل. منها هذه المباني 189 منها 64 منزل يقطنه السكان، يعني ساكنين فيه الناس، يمكن يكون ديالهم يمكن يكونوا غير كريم. 66 بنايه هي فارغه فيها حد آيلة للسقوط وما فيها التعب. 59 مبنى هدم جزئيا او كليا، منها هاد 59 فيها اللي هدم كلي وفيها اللي هدم جزئي. للاشاره فان البنايات التي بها هدم جزئي وتحتاج الى اصلاح وترميم وعددها 348 كما اشرت ستقوم هي من مهام وزاره الاسكان عن طريق مؤسسه العمران
وهي التي ستعالجها وستقوم بعملية ديال الإصلاح. إذا 348 هي شكون اللي غادي هي فيها الإصلاح، ما فيهاش البني، فيها عملية الإصلاح والترميم اللي غيتولاها غيتولاها مؤسسة ديال العمران هي اللي كتبدل الإسكان. أما البنايات التي فيها هدم كلي فإن اللي غتهدم كامل الطرازة وتحيد التراب ديالها وتعاود تبنى فهي من صلاحيات جماعة التسنيد، وهي من سيقوم بعملية الهدم وإزالة الأتربة وعملية البناء. وعدد تلك المباني المبرمجة للهدم الكلي هي 189 بناية سكنية. بعض الحوايج تداروا من هذا الشيء، تخرجوا القرارات ديال الإخلاء وديال الهدم، تهدموا بعض المنازل، يعني تدارت العديد من الإجراءات، كاينين الفلوس، ولكن فين وصلنا؟ غنعطيو السؤال في الأخير يعني الحضور باش نناقشوا هذا الأمر هذا ونخرجوا بتوصيات. الورقة المالية لبرنامج معالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة. المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج 32 مليون درهم موزعة كما يلي: 3 ملايين و200 مليون كما يلي. الجماعة ديال التسديد عندها 80 مليون، وزارة الداخلية عندها 8 ديال الملايين ديال الدرهم 800 مليون. المبلغ المخصص للهدم وإعادة البناء غنجمعوهم بجوج، هو اللي تتصرف فيه جماعة التسديد. وزارة الداخلية 800 مليون غير صدها للجماعة ديال التسديد، الجماعة ديال التسديد عندها 80 مليون، 880. هذه الأمور هذه المالية تتصرف فيها الجماعة ديال التسديد، خصها دير الهدم وإزالة الأتربة وعملية البناء بعد ما المالك يعمل البلان ديالو، يجيب الطوبوغراف ويجيب المهندس ويدير العمليه ديال البلان، يدوز في المصادقه، وتقوم الجماعه ببناء. الجماعه هي اللي غتقوم بعمليه البناء. وزاره الاسكان وسياسه المدينه عندها 24 مليون ديال الدرهم. المبلغ المخصص للاصلاحات 17 مليون درهم هو اللي غتتصرف فيه مؤسسه العمران. باقي المبلغ اللي بقى حتى نوصلوا ل 32 مليون ديال الدرهم هو مخصص للدراسات التقنيه والنقل والخبره واعاده الافراغ للمغترب، علما بان الناس اللي ساكنين في واحد المنزل مهدد بالانهيار وهو ماشي ديالهم غير كاريينو، راه عندهم الخلاص ديال الكري، غيخرجوا من ذاك المنزل باش يمشيو لبلاصه اخرى، والدوله غتعطيهم الكري باش يكريو، على اساس انه الانفس هي الاول، الحفاظ على النفس هي الاول. اذا هذا المنزل الا فيه كرايه خاصهم يخرجوا يشوفوا يمشيو عند الادارات جماعه والاسكان على اساس انهم ياخذوا العمليه ديال الكري باش يمشيو يكريو. هما عندهم الحق الى تهدمات الدار وتعاودت تبنات، فالمالك خاصهم يديروا معاه عقد جديد للكراء، وهذا اشكال غادي نطرحوه في الاخير، لان كاين اللي كاين 100 درهم وما يبغيش يخرج لك من هذيك الدار لان غتسوى من بعد 700 درهم او لا 800 درهم، هو ما مخرجاش ما مسلكاش هذه القضيه، وبالتالي هذا مشكله اجتماعيه. وضعيه تقديم البرنامج، انجاز الاشغال، هذا هو اللي عندنا فيه دابا اللي عندنا فيه الاشكالات. وضع انجاز اشغال الهدم حوالي 67 بنايه من اصل 189 من 2019. علاش داز هذا الشيء؟ انجاز اشغال البناء لا شيء، لا بني ما دار والو، ها المنازل تهدمات، ها الاتربه خرجات، البلانات واش دازوا ولا ما دازوا. هذا انتظرنا رئاسه الجماعه باش يجي اي ممثل باش يوضحوا لنا يقول لنا راه البلانات شحال داز شحال ما داز، ما عرفناش شكون. لهذا درنا حنا لا شيء لحدود الساعه لا شيء. انجاز اشغال الاصلاح ما يقارب 48 بنايه من اصل 348. المشاكل والاكراهات التي تعيق تقدم البرنامج: اولا عدم انخراط الاسر المستهدفه من البرنامج بشكل كافي، وهذا يقتضي القيام بمجهودات اضافيه من طرف الجهات المختصه. عدم تمكن الفريق التقني المكلف بمعاينه ديانات البنايات من انجاز مهمته في عدد كبير من البنايات لاسباب مختلفه، يمكن الورثه ما بغاوش، يمكن لاكسي ما يمكنش، ها هي البنايه هي مهدده بالانهيار ولكن الناس ما كاينينش مهجوره، ما كاين حد ما كان اللي يحل لك
هنا تدخل اداره اخرى اللي من المفروض انها تدخل هي النيابه العامه، لان باش تفرع الباب وتدخل المنزل راه ما نحققش، لا بد من شي امور اللي هي قضيه. ولهذا الى شفتوا الادارات التي اشرت اليها الاخت فاطمه حددناها كل واحد والمسؤوليه ديالو، كل واحد عنده شويه من المسؤوليه في هذا الموضوع هذا. اذا ثانيا وجود نزاعات عقاريه بين الورثه تعيق برمجه اشغال الاصلاح واطلاق اشغال اعاده البناء للاسر، اعاده البناء والتاهيل للاسر المعنيه. ثلاثه عدم رغبه الاسر المكتريه تنفيذ عمليه الافراغ مقابل اعانه ماليه لشطلها اللي توصل حتى ل 15000 درهم في الجروبال ديالها في المجموع ديالها 15000 درهم اللي عند الانسان يخرج يكري ولا غير يرجع للمنزل ولكن بعقده ديال الكري جديده مع المالك ديال المنزل. عدم رغبه الاسر المكتريه في الافراغ مقابل اعانه ماليه نظرا لكونها تكتري باثمنه منخفضه وليس باستطاعتها الكراء بالاثمنه الحاليه، علما ان القانون يعطي لها الاولويه في العوده للمسكن بعد ازاله الخطر لكن بسمه كرائيه جديده حسب رغبه المالك. وهذه اشكالات اللي ما يمكنش انك تفرض على الناس اي حاجه، انت كاداره يمكن كجماعه كاسكان كعمران الى اخره، هنا لابد من امور ديال القانون في هذه الجانب. رابعا الحاجه الى تفعيل مخرجات الاجتماعات بعد ان تم اجراء البحث الاجتماعي الخاص بالاسر المعوزه. هاد 537 اللي قلنا ديال المباني راه ماشي غير نجيو يهدم ليه، راه كاين بحث اجتماعي قامت به السلطه وداز في اللجنه التقنيه العماله والتفلتره، ها اللي عنده اللي هو محتاج، ها اللي ما محتاج، اللي تنقولوا الدارجه لا باس عليه بان عنده امكانيات هذا راه خصو يمشي يهدر لراسو. اللي ما عندوش هذيك الساعه هو اللي تتهدر ليه الجامعه وتقوم ليه بالعمليه ديال ازاله الاتربه وعمليه البناء وفق هذاك البحث الاجتماعي. غنجي لواحد الامر اخر، الى هذه البنايه صاحبها يعني عنده امكانيات انه باش يهدم ويزيل الخطر على الساكنه وعلى الماره وعلى الجوار وما بغاش ينفذ هذا الامر هذا، راه ممكن ان الجماعه لان قرار رئيس الجماعه خصو ينفذ فيه الهدم لهذه البنايه من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه ومن النهار الفلاني خصو يتحيد. الجماعه كدير عمليه كتخبر السلطه المحليه وكتجي كدير عمليه ديال الهدم، ولكن من بعد على نفقه هذاك السيد راه غتهدم من بعد حتى كاع يبغي يجي يبني واش من هذا القبيل، راه غدير معاه اجراءات الاصلاحيه فيما يتعلق بارجاع الماليه العموميه. عدم تطبيق مقتضيات القانون رقم 1297 المتعلق بالمباني المهدده للانهيار وخاصه اللجوء الى المسطره القضائيه تجاه الملاك الذين امتنعوا عن تنفيذ قرارات الافراغ والهدم الصادره عن الجماعه الترابيه. هذا امر ديال النيابه العامه بطبيعه الحال. 6 حث ملاكي المباني الذين لا يحق لهم الاستفاده من الدعم العمومي على القيام بالاصلاحات المطلوبه لازاله الخطر طبقا للمقتضيات القانونيه الجاري بها العمل، علما ان نسبه مهمه من البنايات مملوكه لاشخاص او عائلات لا تنطبق عليهم شروط الاستفاده من الدعم العمومي. هنا ملاحظه في حالات الهدم راه شرط لها في حالات الهدم الى هدمت الجماعه راه من بعد كتسترد الماليه ديال الثمن ديال هدم هذه البنايه ديال هذاك السيد اللي مسك عليه الله وكان يعني انه بامكانه انه يهدم هذيك البنايه ديالو. الخلاصه البرنامج نرى في فريق منتخب العداله والتنميه على انه يروح مكانه، بمعنى ما كانش فيه شي تقدم ملموس، وهذا يقتضي اتخاذ الاجراءات الضروريه من طرف جميع الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين كل فيما يخصه لضمان تحقيق البرنامج لاهدافه، وخاصه ما يهم ازاله خطر الانهيارات والحفاظ على الارواح قبل الانسجه العمرانيه والممتلكات، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنه المعنيه، وفوق كل ذلك وتنفيذ الالتزامات التعاقديه اللي كانت في الاتفاقيه ديال 2016 اذ لا معنى لتخصيص ميزانيات اذا لم يتم القيام بما يلزم لصرفها في المجال المحدد. الدوله ارصدت ميزانيه اللي هي كبيره جدا، تداروا اجتماعات، تداروا لجان تقنيه، تداروا يعني مسح طبوغرافي الى عدد من الامور. اشنو خاصنا العمليه التنفيذ، خاص الجميع خصو ينخرط فيها، وبالتالي هنا نقولوا من يعلق الجرس في هذا الامر هذا راه ضروري ان
الناس يتحملوا المسؤوليه ديالهم كادارات وحتى المجتمع المدني لابد انهم نقوموا بواحد العمليه ديال التوعيه للساكنه. اشكركم على حسن الاصغاء لهذه الورقه اللي قلنا هي ورقه نسبيه ضمن المعطيات حسب ما توفر لدينا، هي ورقه معده كارضيه للنقاش. نفتح باب المناقشه للاخوه الحاضرين في هذه الجلسه مشكورين. تحيه للجميع.